فينا مش محتاج الطبق ده؟ ايوه كلنا محتاجين طبق بليله كده يدفي الجو في البرد اللي احنا فيه ده. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباحكم فل وهنا ورزق وتفاؤل. والنهارده بقى هعمل لكم البليله بس بطريقه سهله جدا وتريكات بسيطه جدا مهمه لازم تعرفيها في البليله. البليله كمان النهارده بتاعتنا مميزه جدا، هي بليله العربيات اللي واحنا كده اول ما نسمع الراجل جاي في الشارع طبعا الناس كتيره قوي عارفه يعني ايه بليله العربيات، بيبقى ليها طعم مميز جدا. النهارده عملتها لك بنفس الطريقه وبمعلقه واحده بس هتحطيها على القمح. نقول بسم الله ونبدا على طول على الوصفه. اول حاجه يا بنات عندي هنا ربع كيلو من القمح، قمح البليله تقولوا له عايزه قمح بليله، وتاكدي ان هو لا قدر الله ما يكونش مسوس. تمام كده. هتجيبي القمح تغسليه مع كويس جدا تحت الميه الجاريه وتنقعيه لمده ربع ساعه. بعد الربع ساعه هغسله كمان غسلتين تحت الميه، وبعدين هجيب كده ميه مغليه واضيفه عليه واسيبه على النار على لمده ربع ساعه على نار هاديه خالص. بعد ربع ساعه هطفي النار عادي جدا، هطفيها استوى ما استواش هطفي النار وهسيبه كده لمده نص ساعه وهو متغطي. بعد النص ساعه هتلاقي البليله بتاعتك شربت الميه كده زي ما انت شايفه، فهنزود عليها ميه عاديه جدا، ميه بقى مغليه ميه من الحنفيه مش هتفرق. المهم يا بنات لازما المعلومه المهمه قوي التركايه دي ان انت تخلي البليله تغلي لمده ربع ساعه على النار، ولو ما استوتش اطفي النار عادي جدا، سيبيها بقى نص ساعه ساعه حسب الوقت بتاعك. اول ما تشرب الميه ترجعي تحطي لها ميه تاني وتسيبيها على نار هاديه لمده ربع ساعه، هتلاقيها معاكي استوت وبقت زي ما انت شايفاها كده شكلها تحفه. بعد ما غليت معايا واتاكدت ان هي استوت هحط بقى الماده اللي بقولك عليها اللي كل العربيات البليله بيعملوها، هي معلقه نشا، معلقه واحده بس يا بنات، هتقلبيها في كوبايه ميه. واول ما البليله بتاعتك تكون استوت زي ما انت شايفه تنزلي بقى بكوبايه النشا. وكوبايه النشا هنا ليا فاتن او معلقه النشا سوري معلقه النشا على كوبايه ميه ليا فاتن عشان تربط معايا البليله وتديها قوام تقيل كده زي اللي بنجيبه من العربيه، بتبقى تحفه جدا جدا. بس ما تكتريش عن معلقه واحده نشا. ونزلت كده وبسيبها بقى لمده 5 دقايق تغلي وبقدمها بقى بالف هنا وشفا. عايزه اقول لكم تحفه. تقدري كمان قبل ما تزوديها ميه تشيليها تقسميها وتحطيها في الفريزر. البريله من الحاجات اللي بتتفرز او بتتخزن عادي في الفريزر، انا دايما بعمل كميه كبيره وبشيل نصها في الفريزر، وقت ما نعوز بنطلعها ما بتاخدش وقت خالص. وهنا بقى قدمتها مع لبن. تقدري تحطي كمان لو عندك بقى شويه كنافه تحمصيهم بالسمنه البلدي وتحطي عليهم كنافه، شويه جلاش متحمصين. بصوا البليله فيها افتكاسات كتير بس انا بحبها انا واولادي بالطريقه العاديه جدا بتاعت امهاتنا. شويه سوداني بس كده، انا بحب المكسرات جواها بالف هنا وصفتي النهارده سهله وبسيطه بس ليها تريكات مهمه جدا كنت لازم اعرفها لك عشان انتوا حبايبي وغاليين عليا. وما تنسيش بقى اعمليها وادعي لي دعوه حلوه او اعملي كومنت كمان على قناتي ومتابعه وسبسكرايب على الصفحه.